عسلامة صحابي، وينكم؟ شحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس يا ربي. اليوم جيت باش نعملوا حلو متاع عيد، حاجة من الحاجات باش نعملوا الصمصة متاع تونس. خفيفة وبنينة وسهلة، ما تتكلفش برشا. كما قاعدين تشوفوا، هشوشة هشوشة على الاخر، وريحتها بنينة بنينة مش نورمال. هيا نتعداو للمكونات. ما تنساوش تعملوا ابوني، جيم، دي كومنتير. هيا نتعداو. توا اول حاجه صحابي باش نبداو بها هو الشحور. نحتاجو كاس سكر، عليه كاس ماء، وعصرة قارص. باش نشوفوه كيفاش نحطو. خلوا بالكم، نحطو الكاس السكر، عليه الكاس الماء، وعصرة قارص. لقيتو؟ نحاولوا باش القلوب متاع القارص ما يجيوش فيه. ولا ونحطوه يطيب على روحه. هذا بالنسبه للشحور متاعنا. توا بالنسبه للمكونات متاع الصمصه، باش نحتاجو الوراق متاع الصمصه، البريك معناها. لهني عملت 250 جرام فاكهه مخلطه، زوز انواع متاع فاكهه. حطيت اللوز وحطيت البفريوه، باش نعمل كونتيتي صغيره مش كبيره. نحتاجو للسكر محور قرابات زوز مغارف، عندنا ميزاننا انتوما والحلاوه شنو تحبوا. وباش نحتاجو للماء ورد، باش نحتاجو لشويه زبده. وتوا اول حاجه باش نعملها باش نقصوا الملصوقه متاعنا. باش نقص الاحرف خاطرهم ما همش مستويين. انا قصيتها بالطريقه هذه في الجناب باش يبداو مستويين. باش نجي ناخذ قرابات 5 سنتيمتر، وباش نبدا نقص الكعبات نتاع البريك نتاعنا. ولا قصيت كعبات الملصوقه نتاعنا، خذيت منهم 6 كيف هكاكا. وتوا باش نمشيو للبات. بالنسبه للبات، الفاكهه نتاعنا زدت لها زوز مغارف كبار سكر محور، باش نخلطهم بالباهي في بعضهم، باش الكوليكاي يتمازجوا ببعضهم ويدخلوا في بعضهم، باش نلمهم بالماء الورد. فوالا، تو باش نبداو نلمو بشويه بشويه بالماء الورد. حتى الحين تتماسك الفاكهه متاعنا. فوالا، حضرت هيك الفاكهه متاعنا ولات فات عجينه. باش نجي ناخذ شويه ونعملهم في شكل كعبوره. ريتو كيفاش؟ فوالا كيف هيك. ونجي ونحطها بالعين اللي راهو من غير ما وزنت. فوالا، نكملوا بالطريقه هذه. فوالا صحابي، توا كملت عملت الكعابر متاعي. باش نجي ونبدا نشكل فيهم في ورقه البريك. خديت الورقه الشكل متاعنا، باش ناخذ الزبده ندهنها الكل الورقه بالزبده باش تجينا تتقرمش. هلا دهناها بالباهي. توا باش ناخذوا الكعبوره متاعنا ونحطها، ونجيو وننزلوا باش تاخذلنا في شكل الفرن. فوالا، ونجيو نثنيو كيف هكا. سهله راهي الطريقه هذه. ونهزها هكا ونكبسوها. وتوا البارتي هذه باش نجيو لهنا، ريتو كيفني، وباش نحطو في وسطها. طولوا بالنا بشويه بشويه، وراهي سهله فيس عم تتعمل. فوالا كيف هكاكا، ونحطها في الطبق متاعنا.
وفوالا باش نكمل الكعبات الكل بنفس الطريقة. فوالا صحابي كيف هكاكا شكلتهم وحطيتهم في الطبق. باش نجي توا ناخذ شوية زبدة ونجيب من الفوق وندهنهم بالزبدة باش يجيونا يتقرمشوا. فوالا توا صحابي كملنا ادهناهم بالزبدة من الفوق باش ندخلوهم للفور على 180 درجة مدة ربع ساعة 4 دراج ونطلعوهم. هلا صحابي كيف هكا الكعبات متاعنا حضروا بعد ما حطيناها في الفور. الشحور متاعنا حضر يكون خفيف على الاخر. توا باش نبداو نرميو بالكعبة ولا في الشحور كيف هكا ونخرجوها ونحطها في الكسكاس. نرميهم هما صفان مستحسنة. فوالا باش نشحروهم الكل بنفس الطريقة. ولا صحابي هذا ما كعبات الصمصة متاعنا حضروا جاو هشوشين على الاخر، ريحة بنينة مش نورمال كحلو متاع عيد، فكرة تحفونا على الاخر. جربوها وما تندموش. وتوا